البرازيل الليلة كانت محظوظة إنها هي طلعت بتعادل من قصاد المغرب، حقيقي محظوظة. المفروض تحمد ربها على على النقطة دي، يعني تبوس يدها كده. أيوة زي ما أنت سامع، البرازيل هي المحظوظة. المغرب يا أخواننا قدمت كورة محترمة، كورة جميلة. الكورة يعني تحترم، بجد اللي بيحترمها بتحترمه يا شباب، اللي بيحترم الكورة بتحترمه يا اخواننا. يعني انا ما احكي لكم، يعني لما انت تحضر المغرب بتلاعب البرازيل اللي هم اساس كرة القدم والمتعة والمهارة والقوة، وهم بس قاعدين يدافعوا او قاعدين يحاولوا يلعبوا على فردية او يلعبوا على مرتدة او غلطة يعني، فبيوريك قدر شنو انه المغاربة قويين والكورة بتاعتهم اتطورت وخبرتهم من كاس العالم الفاتت والثقة اللي هم مكتسبينها، واساسا لعيبتهم اصلا بيلعبوا على مستويات عالية في اوروبا. فدي كل العوامل دي قدمت لك الفريق ده. يعني انت كنت بتشوف فريق محترم واقف ماسك نفسه، ما خايف ما مهزوز، ما يعني قاعد يدافع منتظر لا، هو كان الفعل، ما كان منتظر ردة الفعل عشان هو. يا اخواننا المغرب الليلة انا شايف روحهم بالبرازيل كان ممكن يكسب. يعني انا شايف النتيجة دي ظالمة المغرب كان المفروض ياخد اكتر من كده. وانا بالنسبة لي يعني في المجموع هو هيكون المنافسة في المركز الاول بالاداء اللي هو بيقدم فيه ده. البرازيل عندها يعني الحاجة اللي ممكن تشفع لنا تأهيل للدور الجاي، لكن لسه في عليها استفهامات كثيرة. وروا رأيكم في الكومنتات، منو هيقدر يمشي لقدام. ما تنسوا الصلاة، تصبحوا على خير. انتوا هتكونوا صحيتوا يا شباب، ما تنسوا اللايك وما تنسوا الشير. السلام عليكم. بوم 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 يا اخوان، ايش اللقاء الجنوني هذا؟ والله العظيم يا اخوان، البرازيل حاول يفوز بس ما قدر. اي والله العظيم المنتخب البرازيلي حاول يفوز بس ما قدر بوجود العملاق ياسين بونو. عز الله يعزك يا بونو. انتهى لقاء المغرب والبرازيل بالتعادل الايجابي 1-1. منتخب المغرب يا حبيبي ثاني منتخب عربي يتعادل بعد قطر طبعا. والله العظيم يا اخوان، يلي قاعد تشوفوا عينك هذا اللاعب الاصابات لعبت فيه لعب، الاصابات لعبت فيه لعبي. والله العظيم اقسم بالله العظيم حظه نحس بشكل مو طبيعي. حتى في كاس العالم مصاب، ما نزل اليوم، ما نزل، كان دكه ما نزل. لا معليش يا اخوان، مو دكه، مستبعد والله. والله اللاعب نحس بشكل مو طبيعي يا عيال. هو مين مسؤول عن اقناع العيال المزدوجه الجنسيه ما بين المغرب واسبانيا او المغرب وفرنسا ان هم يلعبوا المنتخب المغربي؟ عشان ده الصراحه لازم ياخد حقه. المغرب وصلت لمرحله يعني طبعا بعد ماتش امبارح شيء مرعب، بس هم وصلوا مرحله تعدت الفكره الافريقيه او العربيه او الكلام ده كله. لا، احنا بنتكلم ان العالم كله بيتكلم عن المغرب. ولما تيجي تراجع ورا المغرب، انا دايما بحب اقرا الموضوع، هل الموضوع جاي من صدفه ولا لا، بس دايما المغرب عندهم رد انه كل حاجه ليها تفسير. وبالمناسبه ده مش مثلا جيل ذهبي للمغرب فاللي هو بيعمل انجازات كبيره، لا، هي نص الفرقه بتاعت 2022 مش موجوده اصلا، ولا بوفالو ولا حكيمي ولا يوسف النصيري ولا نايف اجرت ولا رومان سايس ولا يحيى عطيه الله اللي جه الاهلي، كل دول مش موجودين. ولا المدرب نفسه وليد الرجراجي اللي كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه لناس كتير ان هو ازاي يمشي قبل كاس العالم والراجل اللي اسمه محمد وهبي ده هو اللي يمسك. بس احنا بنتكلم على كواليتي المغرب والجوده اللي بقت عندهم، شيء مرعب انه مش فارقه مين فينا اللي هيدرب. وهبي ممكن يكون بيقال عنه ان هو هجومي اكتر من وليد الرجراجي اللي بيدافع، بس جوده اللعيبه مرعبه، طريقه اللعب مرعبه. اللي بيتابع منتخبات عربيه كتير، انا يمكن من الناس اللي هي بتشجع المنتخبات العربيه دايما، يا جماعه جوده الكوره اللي المغرب لعبتها قدام البرازيل دي كبيره. الموضوع مش بس فكره نتيجه ايجابيه، ان احنا لحد الدقيقه 90 العيال بتاخد الكوره عمالين يرقصوا وبيلعبوا وبيجاروا والمجهود البدني مش بيقع. كل الحاجات دي ده ليفل عالي قوي في الكوره. وطبعا ايوب بوعدي يعني حاجه ليفل عالي قوي، ان ده كان كابتن فرنسا في الاندر 21 ولحد شهر 5 الواد ده ما كانش هيمثل منتخب المغرب واقنعوه دلوقتي بيلعب كاس العالم. فتيجي تراجع وراه تلاقي ان الواد اصلا ناشئين وموهبه مش طبيعيه في فرنسا، وان هو 15 سنه هو بيلعب في ليل. مش عايز اخد الموضوع ان هو بيرسونالي لكذا لعيب، تحس فيه كذا قصه كده جوه المغرب، اللي هو زي ما بقول لك الموضوع تعدى عربيا وافريقيا لا عالميا، وفي الاخر برضه تفسيره منطقي ان هم السابع على العالم. فانا السابع على العالم، انا مش موجود هنا صدفه، فطبيعي ان انا ابقى موجود هنا. وكمان انا لسه جاي قدام الله اعلم الرانكينج هيعلى اكتر من كده ايه.
فتاني هفضل اقولها كل سنه تقريبا بتكلم فيها عن المغرب، يا بختكم بمنتخبكم بصراحه وشابوه، يا بختكم. والله صفقة، والله صفقة، صفقة. ما أقول مبروك، لا والله هارد لك، والله هارد لك، هارد لك والله، والله هارد لك. أقسم بالله كانوا يستحقون الفوز. المغرب منتخب عظيم جدا. 2022 نصف النهائي، واليوم يتعادلون مع البرازيل وزعلانين. يبغون الفوز لأن هذا هو مكانهم، والله مكانهم. والله تحية لكل مغربي وتحية لمنتخب المغرب. مستوى عظيم، مستوى مشرف، مستوى والله العظيم يشرف كل عربي. هارد لك. انا مش عارف اقول للمغرب مبروك ولا اقول له هارد لك، بس انا عايز اقول له شكرا. شكرا ليك يا مغرب، وشكرا للعيبه المغرب، وشكرا لكل مغربي اللي خلانا نقول ان الفوز على البرازيل بقى عادي. انت برازيل، انا المغرب، بيلعب معاهم الند بالند عادي خالص. وريني اللي عندك وانا اوريك اللي عندي. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايز حد ياخد الكرة من الاتنين دول، العيناوي وبوعدي، ذكر عد منهم. جماعة سؤال بس، بوعدي ده عنده كام سنة؟ الراجل ده عنده 14 سنة؟ اللي خد كازيميرو وخد ايبانيز وخد كله ده 18 سنة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عمرك ما هتبقى منتخب كبير من غير حارس كبير. الامن والامان ياسين بونو. ارفع راسك يا مغربي، عملت ماتش تاريخي وضيعت فرص كتير بس الحظ ما كانش معاك. ان شاء الله معوض وموفق امام اسكتلندا وهايتي. محمد، 12 تسديد المغرب مقابل 6 فقط للبرازيل. هل يجب ان نشعر بنوع من الندم على اضاعه الفرص واضاعه كل هذه الافضليه خاصه في النصف ساعه الاولى؟ طبعا اول مره اشوف البرازيل لعب صح. البرازيل هي المغرب. المنتخب المغربي منافس لكأس العالم. بغيت نحط ورايا نتيجة المقابلة ضد البرازيل 1-1 وانا نحسم من راسي. قلت والله الا حسومة، علاش ما نحطش هاد السيد ورايا وندوي على النتيجة؟ علاش ما نحطش هاد السيد ورايا وندوي على الماتش؟ حيت هاد السيد لا يمكن داكشي اللي دار في الميليو دابا بتاريخ كاع اللعابه اللي دازو في الميليو في المنتخب في الحقبه الاخيره كونتر البرازيل. والميليو ديال البرازيل اللي انشيلوتي صونجا الميليو كامل في الدوزيام ميطا على قبيله السيد بكونيا بكازيميرو برونو غيماريس اللي في نيوكاسل لعابه عالميين قدام واحد عنده 18 سنه. سطح لي الميليو ديال البرازيل مان اوف ذا ماتش. الدراري داروا ماتش نقي، لاعبين ضد البرازيل ما عرفناش شكون البرازيل، واش اللي لابسين الاحمر ولا الصفر. ولكن هاد السيد هذا الكلاس باش كيلعب بيه، الهدوء باش كيلعب بيه، كيفاش كيصونجي لابال، كيفاش كيتحكم في الميليو، كيفاش كيتحكم في الريتم ديال الماتش. هذا اللي كيتحكم في الريتم ديال الماتش، هذا هو المنتخب. وملي لعبنا ضد بوروندي وما دار والو بنادم بقى كيدوي، وملي لعبنا ضد النرويج وقال لك بنادم ما دار والو، واخا ما عرفت كيفاش ما دار والو، هو راه هو كلشي. بنادم بدا كيدوي. ربح كبير للمنتخب، ربح كبير للمنتخب. برازيل موروكو راهي خلصت المباراة، خلصت بالتعادل الإيجابي 1-1. صح كاينة حاجة، المغرب كانت رابحة 1-0 في الشوط الأول، خاصة في 20 دقيقة الأولى 20-25 كانت قادرة تقضي. والله أكلوهم أسد الأطلس. المغرب بياكل البرازيل، كلوهم بمعنى الكلمة، كلوهم مش اللي هم كانوا ند ليهم. نتيجة المباراة خدعة، أقسم بالله 1-1 خدعة لو ما اتفرجتش على الماتش. فأنا جاي أقول لك إن منتخب المغرب إدى درس كروي لمنتخب البرازيل. فاجئوني أقسم بالله. يعني إيه المنتخب المغربي بيبدأ المباراة بسم الله الرحمن الرحيم، تك 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 تك، هو اللي بيهاجم، هو اللي ماسك كوره، هو الاستحواذ، هو الابر هاند في الماتش. مفيش برازيل حرفيا. انشيلوتي بيقول لك هم مين اللي انا بلعبهم دول؟ مين المنتخب اللي انا بلعبه ده؟ هل ده منتخب عربي افريقي؟ الاجابه لا، ده منتخب عالمي، منتخب مصنف، منتخب كبير قوي، منتخب جاي يقول ان انا بلعب البرازيل اقوى منتخبات العالم، انا جاي ادوس عليهم وانا جاي اكلهم وانا افضل منهم في كل حته في الملعب. حقيقه والله منتخب المغرب النهارده بيثبت ان اداؤه بتاع 2022 ما كانش حظ، ما كانش صدفه، بيثبت انه جاي
جاي في 2026 في كاس العالم يعمل كاس عالم اكبر من اللي فات كمان، وقادرين ان هم يعملوا ده. المنتخب المغربي قادر انه يوصل لبعيد قوي في كاس العالم، والله ما هبالغ لو قلت انهم قادرين ياخدوا كاس العالم. النهارده منتخب المغرب بيدي درس كوره في الشوط الاول امام البرازيل، هم الافضل في كل حاجه كل حاجه، وبيسجلوا هدف وبيتقدموا هدف عالمي لاسماعيل صباري اللاعب الجوكر، اللاعب اللي موجود في كل حته في الملعب. اتكلم على مين ولا مين؟ اتكلم عن ياسين بونو وتصديات ياسين بونو اللي كانت مهمه جدا جدا النهارده. اتكلم عن القائد اشرف حكيمي في الملعب، قائد زي ما الكتاب بيقول. اتكلم عن مزراوي قطر ناحيه الشمال مع انه بيلعب برجله اليمين والمفروض ان هو لاعب ايمن وباك يمين اصلا. النهارده مزراوي عمل جيم مش طبيعي من وجهه نظر. ولا نجم المباراه لاعب نص الملعب، هتحتار مين في الثلاثه احسن من بعض. لكن بوعدي بالنسبه لي كان في حته ثانيه، لاعب صعب قوي، كميه جري وكميه قطع كرات وكميه مسك كره مش طبيعيه. عز الدين اناحي وتالق عز الدين اناحي، العيناوي النهارده والقتاليه اللي بيلعب بيها، ايه الجمال ده. الاسيست بتاع ابراهيم دياز مع انه اقل من المتوقع والمنتظر منه، ابراهيم دياز عنده احسن من كده بكتير. هو والخنوس كانوا قليلين شويه النهارده، لو كان واحد فيهم ماسك فورمه وواحد فيهم كان في يومه كان عمل ماتش اكبر من كده ايه. هتعمل اكتر من كده ايه يا المغرب؟ هتعملوا اكتر من كده ايه وانت بتلعب قدام البرازيل؟ توقعي كان فوز البرازيل. المغرب صدمني مش بس بالنتيجه، ما قطر اتعادلت، لكن تعادل المغرب غير. تعادل المغرب وانت الاقوى والافضل، انت الافضل في بدايه المباراه وفي البدايه القويه جدا، شوط اول كله بتاعك، وانت في الشوط الثاني انت اللي بتنهي وانت اللي بتفنش كمان بالهجوم وبالضغط على البرازيل، وان انت اللي عايز تسجل لحد اخر المباراه. منتخب المغرب بعيد، منتخب المغرب فارق عن الكل، فارق عن الجميع، لا مقارنة بين أي منتخب عربي أو أي منتخب أفريقي مع المنتخب المغربي. منتخب المغرب قدر يوصل لبعيد قوي في كأس العالم ويفاجئ الدنيا كلها زي ما عملها في 2022 هيكررها في 2026. انتهت يا عزيزي. على قد ما المفروض نفرح بالتعادل ان المغرب بيتعادلوا مع البرازيل، على قد ما انا المفروض نقول هارد لك لمنتخب المغرب. والله هارد لك لحاجات كتير جدا حصلت جوه المباراه اكد لك المنتخب المغربي وصل لفين من قوه ما شاء الله، وقد ايه كان معتبر المنتخب البرازيل ولا حاجه، اللي هو انت في التصنيف السادس وانا في التصنيف السابع، مفيش فرق بيننا، اللي كان هيفوز كان ممكن يقلع عن التاني كمان. وبالنسبه للتشكيلتين اللهم صل على النبي مفيش فرق، الفرق حرفيا مش كبير ومش واضح. يا اخي ده انت عندك لاعب في منتخب المغرب قتل خط وسط البرازيل بهجوم البرازيل. يا جماعه ايوب مش طبيعي ما شاء الله عليه، قول ما شاء الله عزيزي. ايوب 18 سنه اكل خط وسط البرازيل بهجوم البرازيل بكل حاجه، افسد لهم كميه هجمات مش طبيعيه. شوف كم مره اخترق خط وسط البرازيل، شوف كم مره كان بيبني صح رغم ان مركزه حساس جدا، شوف كم مره اخطا، عد لي كم مره اخطا، هي مره وحيده. ما كانش خطا كبير، ده كان خطا بايد اصلا. انت بتلعب قدام البرازيل في افتتاحيه وانت 18 سنه وبتقدم الاداء ده، اللهم بارك، قول ما شاء الله عزيزي. برشلونه وريال مدريد مستعدين حاليا، لازم نشوفه في الصيف في نادي كبير، لازم. وهبي عمل مباراه خارقه الصراحه، بس انا كان عندي شويه ملاحظات هتكلم فيها في المقطع القادم. اللحظات دي كانت ممكن تخلي منتخب المغرب طالع بانتصار. البدايه باول نص ساعه كان منتخب المغرب كان غير عادي، هو كان البرازيل الحقيقي. الاسيست بتاع ابراهيم دياز ده والفينش من صبيري، المفروض ان دي لعيبه لسه بتبدا المونديال في تاريخها، مستحيل ده يكون لعيبه بتبدا المونديال، دي لعيبه متمرسه يا جماعه. بعدين صبيري بيقول لك اخبار عن البايرن دلوقتي هو مجهز العقد على طول. ابراهيم دياز مع ان الاسيست اللي عمله ده كان جميل جدا، رغم ذلك هو ما كانش في فورمته. كتر ما الشوط الاول كان خارق لمنتخب المغرب، لعيبه البرازيل التاريخيه رونالدو كارلوس كاكا كلهم حرفيا كانوا متوترين بشكل غير طبيعي، حتى جماهير البرازيل العزيزه كانوا متوترين جدا جدا. فينيسيوس في المباراه دي ما اعتقدش ان البرازيل كانت هترجع للمباراه اصلا. وهنا اللغز الكبير، انت ايه حكايتك مع انشيلوتي؟ اشمعنى انشيلوتي اللي بتتالق معاه التالق الغير عادي ده؟ عندي كلام على البرازيل عموما لسه في مقطع اخر. الاداء الرهيب ده كان ناقصه انتصار فقط، التركيز حاليا في المباراه القادمه. عايز تفهم قد ايه الموضوع بالنسبه للمشجع المغربي مش منطقي؟ هقول لك على حاجه صغيره جدا. في الكومنتات بتاعه الريل ده دلوقتي انا عايز راي المغاربه في اللحظه والتو حالا. قول لي، هل انت سعيد بالتعادل مع المنتخب البرازيلي ولا كان نفسك في المكسب؟ يعني هل انت من جواك اللي هو بعد التعادل مع البرازيل بتحتفل وتعادلنا مع البرازيل والكلام ده كله، ولا انت حاسس من جواك اللي هو ما كنا نكسب يا رجاله وخدنا ال3 نقط وخلصنا المجموعه وحسمنا الموضوع وخلصنا؟ اهو ده بالظبط الفارق ما بين المنتخب المغربي واي منتخب تاني صاعد، مش على المستوى العربي والافريقي فقط ولكن حتى على المستوى العالمي. ان انت بتتكلم على سيستم،
بتتكلم على منهجيه، بتتكلم على اسلوب، بتتكلم على طريقه، بتتكلم على افكار، بتتكلم على شغل يخليك تحترم كل تفصيله في الملعب. تبص على ايوب بوعدي تتفاجئ ان عنده 18 سنه، تتفاجئ ان اللاعب اللي عمال يتلاعب بلوكاس باكيتا وبرونو جيمارايش وكاسيميرو وفابينيو والشوط الثاني واي لعيب يجي قدامه يلا يابا، لدرجه ان احنا خلصنا الماتش بلقطه وهو بيرقص فينيسيوس اساسا. تفهم ليه الجمهور المغربي من جواه يقول لك لا بس كنا نكسب، كنا نعمل. استنوا حلقه تاريخيه ناريه اسطوريه ملهاش مثيل على منصه العربي بلس النهارده. حمل الابلكيشن واعمل سبسكرايب على اليوتيوب. للناس اللي سعيدة بتعادل المغرب الليلة، بالله عليكم للدرجة هذه المغرب معقدتكم؟ للدرجة هذه كمية الغيرة من المغرب؟ والله العظيم راهي تعادلت اليوم مع المنتخب السادس عالميا. من نيتكم بالله تصور كان منتخبك هو الليلة لعب ضد البرازيل، قد الفضيحة باش توفى. والله العظيم لا 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 لا، فخورين باللي عملوه وسط الأطلس، وصلوا النيفو التعادل فقط يفرح العالم. ما لكن خسروا، ايش كنتوا باش تعملوا؟ ليه ربي بقى عليهم الستر. ليه كل التوفيق للمنتخب المغربي. وفي يا جماعه هو انا ليه حاسس ان الناس بتتعامل مع الموضوع ان هو موضوع عادي؟ هو الموضوع مش عادي خالص. عندنا منتخب عربي اسمه منتخب المغرب قدر يتعادل في الماتش الاول في افتتاحيه مشواره في بطوله كاس العالم مع منتخب البرازيل، واحد من المرشحين انه ياخد البطوله. انت محسسني ان الموضوع عادي؟ نقطه تاريخيه لاسود الاطلس على حساب راقص الصنبا، على حساب منتخب السيليساو. منتخب المغرب النهارده هو اللي خسر نقطتين مش المنتخب البرازيلي. منتخب المغرب كان الاقدر والاحق ان هو يفوز باللقاء وياخد ال3 نقاط. وقبل ما اتكلم في اي حاجه، اللاعب ده هو افضل ديفندر في قاره افريقيا في الوقت الحالي. ايوب بوعدي النهارده عمل مباراه على وسط ملعب البرازيل اللي هو كلاس ايه، مباراه مجنونه، مباراه مش طبيعيه. لاعب عنده 18 سنه وبيعمل لقاء زي ده، لاعب عنده 18 سنه وعنده الامكانيات دي بالكوره. ايوب بوعدي ده هيكون واحد من افضل لعيبه خط الوسط في العالم خلال ال5 سنين الجايين. وارجع تاني واسالك، وهفضل طول الفيديو اسالك، هو انت ازاي بتتعامل مع الموضوع على انه عادي؟ منتخب لاعب منتخب البرازيل في اول ماتش في بطوله كاس العالم وقدر يتعادل معاه وكان افضل منه وكان يستحق ان هو يكسب. لا الموضوع مش عادي، الموضوع عادي بالنسبه لك لان منتخب المغرب هو اللي معلي سقف طموحاتك. منتخب المغرب النهارده كان بيلاعب منتخب البرازيل ولا ما يكون بيلاعب منتخب في افريقيا عادي، منتخب جنوب افريقيا ولا منتخب تنزانيا ولا منتخب السنغال. يا جماعه فوقوا، احنا عندنا منتخب عربي خلى لعيبه البرازيل بعد الماتش مش مصدقه، مخليه لعيبه البرازيل بعد الماتش مش قادرين يستوعبوا ان هم كانوا الطرف الاضعف في اللقاء. استكمالا بقى للنقاط الايجابيه، ده مدير فني محترم. محمد وهبي النهارده عمل مباراه تفوق فيها تفوق كاسح على كارلو انشيلوتي. وبتتكلم على كارلو انشيلوتي، انت مش بتتكلم على مدير فني افريقي او مدير فني عربي. محمد وهبي النهارده بلعيبه المغرب كان افضل بكتير من منتخب البرازيل بقياده كارلو انشيلوتي، وانت محسسني ان الموضوع عادي. والله الموضوع ما عادي يا ابني. اما بالنسبه لده فده هاري كين الغلابه، ده اجويرو الغلابه. اسماعيل سايباري النهارده كان بيلاعب لعيبه منتخب البرازيل بكل اريحيه، كان عنده تفوق نفسي واضح على كل المدافعين اللي موجودين في خط دفاع المنتخب البرازيلي. حاجات برضو لازم نتكلم عليها، ان حارس المنتخب البرازيلي اليسون بيكر اللي متنكر طبعا في شبيه الفنان بهاء سلطان كان سبب رئيسي في ان منتخب بلده ما يخسرش النهارده. شال واحده صعبه قوي في اخر لحظات الماتش كان ممكن تخلي المنتخب المغربي يخطف ال3 نقط من المنتخب البرازيلي. اما عن نجوم المنتخب المغربي على مدار الماتش بعيدا عن ايوب بوعدي واسماعيل سيباري، فلاعيبه كتير عملت اداء محترم، وعلى راسهم الاثنين مدافعين عيسى ديوب وشادي رياض. 2 مدافعين كانوا متألقين جدا وكانوا مانعين كل الخطوره اللي موجوده عند لعيبه المنتخب البرازيلي سواء فينيسيوس جونيور او رافينيا او حتى ايجور تياجو. 2 مدافعين عملوا لقاء عظيم جدا دفاعيا وكانوا سبب رئيسي في ان المنتخب المغربي يقدر يتعادل مع المنتخب البرازيلي. وطبعا مش هتتكلم عن مباراه فيها تألق ومش هتذكر الحارس ياسين بونو اللي برضه عمل اداء عظيم جدا وقدر يتصدى لاكتر من كره خطيره من لعيبه المنتخب البرازيلي. نفس الكلام اللي ينطبق على نصير مزراوي اللي كان عامل ماتش كبير قوي على مدار الشوط الاول او على مدار الفتره اللي لعبها في الشوط الثاني. كان عامل ماتش من حيث الثقه والنفسيه، ان هو عادي جدا اللعيبه دي هو عارفها وبيشوفها كتير مع الفرق اللي لعب فيها سواء في اليونايتد او حتى في بايرن ميونخ. نصير مزراوي النهارده كان متقل من خبرات المنتخب المغربي. فحقيقي شابوه المنتخب المغرب على اللي عملوه النهارده، حقيقي
حقيقي شابوه للاداء العظيم اللي عملوه قدام منتخب تقيل زي منتخب البرازيلي. مبروك لكل الشعب المغربي على النقطه التاريخيه اللي قدروا ياخدوها من تعادل تاريخي مع منتخب كبير زي منتخب البرازيل، وكامل التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم، وكامل التوفيق لل8 منتخبات العربيه في بطوله كاس العالم. فرحنا بالمنتخب القطري، فرحنا بالمنتخب المغربي، وان شاء الله القادم افضل لكل المنتخبات العربيه المشاركه في المونديال.